ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه رامي جمال الجديده، اغنيه عامله ايه. لسه نازله كده بقى حبه حلوين بمناسبه عيد الحب. يلا بينا. اغنيه رامي جمال الجديده، اغنيه عامله ايه. الاغنيه من كلمات احمد العزب ومن الحان احمد العدل ومن توزيع الهام دهيمه واحمد حسين. الاغنيه يا جماعه انا شايف ان هي بصراحه نازله في توقيتها الصح جدا. توقيت يا جماعه عيد الحب، انتوا عارفين طبعا بقى اللفلفه والحبيبه وكده، فشايف بصراحه ان ده وقتها الصح جدا. الاغنيه يا جماعه ككلمات بصراحه كلماتها حلوه جدا وتقيله، يعني شايف ان هي كلمات رومانسيه حلوه جدا. احمد العزب يا جماعه انا اول مره اسمع عنه، ما سمعتش عنه قبل كده في اغاني، ما شفتوش قبل كده في شغل قبل كده يعني مع حد، بس بصراحة عامل كلمات كويسة جدا في الأغنية، وموضوعها حلو جدا. واللي هو عاملة ايه واخبارك ايه دلوقتي، فاضية نتمشى شوية وسيبي روحك عليا، اللي هو يا جماعة كلماتها بصراحة كانت تقيلة وحلوة. بالنسبة يا جماعة للأغاني اللي نزلت في عيد الحب، بصراحة أنا شايف إن دي أحلى الأغاني اللي نزلت لغاية دلوقتي. شايف إنها بصراحة هتعمل صدى كويس جدا قدام، وشايف إنها بصراحة هتعيش جدا رامي جمال. بالنسبة يا جماعة للألحان، فهي كانت ألحان أحمد العدل، برضو ملحن ما سمعتش عنه قبل كده في تعاون مع مطرب أو في أغنية عموما. فده يا جماعة بصراحة حاجة خضتني جدا، يعني رامي جمال برضو عامل مخاطرة كبيرة إن هو يخلي شاعر جديد أو ملحن جديد ينزل في مناسبة عيد الحب. يعني الأغنية لو مش قد كده أو ممكن هي مثلا لما تقع فهيبقى في وش رامي جمال، هو بيشتغل مع ناس جديدة، فدي حاجة يا جماعة برضو تحترم جدا لرامي جمال. اللحن كان موفق جدا مع الكلمات، شايف بصراحة إن هو كان حلو. شايف إن العيب الوحيد بصراحة في الأغنية إن هي بتخلص بسرعة جدا. الأغنية يا جماعة تقريبا مدتها دقيقتين ونص يا جماعة، يعني هي تقريبا مسج مش أغنية. انا شايف ان هي بصراحه كانت الاغنيه وقتها يبقى اكتر من كده، يكون في كوبليه زياده. الكلمات برضو مش مخدومه كويس، يعني الكلمات حلوه والموضوع حلو بس مش مخدومه كويس، ان هو يعمل حتى كوبليه كمان عشان الاغنيه تبقى وقتها اكتر من كده. يعني انا شايف ان هي ممكن نقول عليها من الاغاني اللي هتعيش جدا رامي جمال، بس برضو انا شايف ان هي كان ينقصها حته الكلمات، شايف ان هي كانت ممكن تزيد كوبليه كمان. بالنسبه يا جماعه للتوزيع، فبصراحه يا جماعه ما فيش بصراحه اروع من كده، يعني الهامي دهيمه واحمد حسام، فالاتنين بصراحه بيعملوا دايما شغل جامد جدا في التوزيع او في المزيكا، فبصراحه بيعجبني جدا شغلهم. بس شايف ان هو برضو تعاون كان كويس جدا ان هما الاتنين يشتغلوا مع بعض، فدي برضو كانت كيمياء لطيفه، وطلعوا بصراحه اغنيه تقيله وحلوه. النص الاولاني كان من توزيع الهامي دهيمه، والنص التاني كان من توزيع احمد حسام. شابوه بصراحه الاثنين، عملوا فعلا توزيع تقيل جدا للاغنيه. بالنسبه يا جماعه للكلمات والالحان، فهي بصراحه الكلمات كانت عايزه كوبليه زياده. الالحان كانت كويسه جدا برضو من احمد العدل مع الكلمات، وكانت يعني مواكبه الاغنيه. وبصراحه يا جماعه ده كان رايي النهارده في الاغنيه. انا حبيت اشارككم واقول لكم ايه رايي، قولوا لي انتوا رايكم تحت في الكومنتات، قولوا لي الاغنيه كانت عاجباكم او ما كانتش قد كده. انا عن نفسي شايف ان الاغنيه بشكل عام كانت بصراحه من الاغاني القويه جدا لرامي جمال، وكمان يا جماعه من احسن الاغاني اللي سمعتها في عيد الحب لغايه دلوقتي. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوفني اشتركوا وفعل زر الجرس، واعملوا لايك عشان اكمل في محتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم على قد ما تقدروا. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.